السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله وصفتي لكم النهارده هنعمل مع بعض دبس الفلفل الحلو او دبس الفلافله. من الوصفات حلوه جدا، ممكن تستخدميها مع البيتزا. ممكن تستخدميها مع صلصه المكرونه او صلصه المحشي، وكمان تستخدميها في تتبيلات اللحوم والفراخ. وممكن تنفع كده على الفطار، ندهن بيها توست او عيش، هتبقى حلوة قوي ومغذية. علشان احنا الفلفل الاحمر ده او عموما الفلفل بيبقى فيه فيتامين سي عالي. تمام. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة. الفلفل الاحمر ده البلدي موجود في السوق دلوقتي كتير، وسعره رخيص. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة عندي كيلو من الفلفل الاحمر البلدي. ممكن كمان نستخدم الفلفل الالوان اللي هو الاحمر الكبير. هنجيبه هنغسله كويس جدا وهنفتحه وهنشيل البذور، وكمان هنشيل اي قطعة بيضة كده او حاجة مش نظيفة يعني فيه، ونصفيه. اهم حاجة يبقى متصفي كويس جدا. ممكن كمان نضيف قرن او قرنين من الفلفل السبايسي اللي هو الحامي الاحمر برضو. حابة تضيفي، هو مش هيبان قوي بس هيديني كده طعم حلو. كل اللي هنعمله بعد ما اصفيه هبتدي اقطعه قطع او مكعبات كده صغيرة علشان لما اجي اضربه في الكبة. عندنا بقى ممكن نحطه على النار الأول وبعد كده نضربه في الكبة، أو نضربه في الكبة على طول. أنا هقطع كل الكمية اللي معايا وهجيب الكبة وهبتدي أحط جزء كده من الفلفل وأضربه في الكبة. طب إيه الإضافات اللي إحنا هنضيفها معاه؟ هنضيف عندنا الملح الخشن اللي هو الرشيدي أو الملح البحري، ده هنحط منه معلقتين كده من الملح الخشن. زي ما انت شايفة كده حط معلقتين. طب لو مش موجود عندي الملح الخشن استعمل عادي الملح الناعم بتاعنا، بس ضيفي معلقة ونص من الملح. وبعد كده هنزل مع معلقتين كبار من السكر. ممكن تزودي السكر لربع كوباية لو انت بتحبيه مسكر قوي، علشان يضرب في الخلاط كويس. يا اما هنضيف ربع كوباية من المية او ربع كوباية من الخل. لو حابة يبقى فيه مزازة كده حطي ربع كوباية من الخل. لو ما بتحبيش إضافة الخل معاه ضيفي ربع كوباية من المية علشان تسهلي عملية الضرب ويتضرب ويبقى ناعم معايا. كمان هنكهه بربع معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود المطحون. ممكن تستخدمي أي منكه تاني أو أي تابل تاني زي ما انت عايزة. خلاص كده ضربت أول الكمية بتاعتي، وبعد كده خدت الجزء التاني وضربته في نفس الكبة، يعني بنفس كمية المية أو الخل. مش هزود مية تاني أو خل. أهم حاجة يتضرب معايا ناعم كويس جدا. وعلشان القوام بتاعه يبقى كريمي هضيف معلقة من النشا. معلقة النشا هتديني قوام كريمي وناعم، وفي نفس الوقت هتتشرب لي كمية المية أو السوائل اللي نزلت من ضرب الفلفل ده. خلاص الضرب ناعم، هفضيه كده في الحلة اللي أنا هحطها على النار. يفضل حلة غير لاصقة يعني علشان ما يلزقش معايا في الحلة. هحطه على عين البوتاجاز وابتدي بقى اشغل النار عليه. اول ما يبتدي في الغليان هوطي العين عليه واغطيه واسيبه يتسبك معايا ويتقل. هتبصي بعد شوية كده هتلاقيه ابتدى يتشرب المية اللي فيه كده وابتدى يتقل شوية. بس اهم حاجة ما يكونش فيه ولا نقطة مية. خلاص كده ابتدى يتسبك معايا خلاص وشرب المية، بس فاضله حبة صغيرين خالص. هعلي العين او اعلي النار عليه وابتدي افضل اقلب فيه لغاية ما يتشرب لي المية خالص ويبقى قوامه تقيل وناعم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هسيبه بقى يبرد، وبعد كده هجيب البطرمان بتاعي المتعقم كويس جدا، بطرمان ازاز يفضل. وبعد كده هبتدي احط الفلفل بتاعي او دبس الفلفل اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين قوامه ولونه تحفة، كمان ريحته جميلة، حلو جدا ومغذي. هتحطيه عندك في التلاجة تستخدميه في اي وصفة هيبقى جاهز عندك. حطيه في اي تتبيلات، حطيه مع المخللات، مع عاملة مخلل بتنجان. بصوا هينفع في كل الوصفات. خلاص عبيت البطرمان بتاعي، شايفين قوامه كريمي وناعم واتضرب كويس جدا واستوى كويس، مفيش مية خالص على الوش ولا حاجة، لان احنا سويناه كويس. بعد كده علشان يفضل محتفظة بيه كده في التلاجة هغطي وشه بربع كوباية من زيت الزيتون او زيت النباتي. اي زيت نباتي عندك ضيفيه عليه. هسيبه بقى يهدى خالص. اول ما يبرد هغطي البطرمان وادخله في التلاجة. جربوه ان شاء الله هتعجبكم. اكتبولي في التعليقات بتعملوه بأنهي طريقة، واول مرة تعمليه ولا عملتيه قبل كده. ما تنسوش بقى اللايك والشير.
كمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم ومع السلامة.